لا تراها إلا بالقلب. شرح الأمير الصغير، هبدأ أفلام وحلقة جديدة. I understand now. ازيكم يا هبيدة، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض في فيلم جديد وهو ذا ليتل برنس او الامير الصغير. بس لو مشوفتش الفيلم يا ريت يا ريت يا ريت تروح تشوفه. الفيلم بتاعنا النهارده هو انيميشن او كرتون بس نينجا، مليان رموز ومليان حاجات ممكن ما نفهمهاش بسرعه. يعني عن نفسي ما فهمتش غير في اواخر مشاهداتي للفيلم، شفته كتير جدا. انت برضه لو ما فهمتش هنحاول نوضح لك بعض الرموز في الفيلم، ونحاول نقول المعنى اللي الفيلم عايز يقوله. وكل الكلام ده عايز افكرك ان هو من وجهة نظري ودماغي، ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، بس هو ده اللي انا شايفه. لو متفق او تختلف معايا ما تنساش تقولي رايك في الكومنتات. وخلي بالك كل رمز في الفيلم ليه معنى، زي الوردة والتعبان والذئب وكل حاجة انت ممكن تشوفها. في افتتاحية الفيلم في حاجة مهمة قوي، الطفل فكر وتأمل ورسم رسمة جميلة جدا، هي تعبان واكل ضحية. الكبار لما شافوها قالوا له دي رسمه عبيطه، انت راسم طاقيه، ما فهموهاش. وقالوا له اعمل حاجه اساسيه، وركزوا على كلمه اساسي واساسيه. قالوا له زي ما تكون مثلا تذاكر رياضه او حساب او تذاكر جرامر او نحو، ذاكر حاجه ليها لازمه وتكون اساسيه. ما اهتموش بالطفل، ما اهتموش بتفكيره، ما اهتموش بمشاعره، ما اهتموش باللي هو عمله. الفيلم بتاعنا بيتكلم عن النضج وبيتكلم اكتر عن المشاعر المختلفه اللي بتحصل لنا، زي الحب والحقد وحاجات تانية كتير ممكن نشوفها ونعيشها احنا نفسنا. مليان رموز زي ما قلنا في الاول. واول رمز معانا هنتكلم فيه هو رمز الوردة. طيب الوردة دي بترمز ليه؟ من وجهة نظري برضو اللي انا شايفه ان الوردة دي بترمز للحب. وزي ما وضح الراجل العجوز او الراوي او الطيار لما قال ان لما لقى الوردة الصغيرة دي الامير، قال ان هو مش قادر يديها كل الاهتمام، مش قادر يديها كل ما عنده، الامر متعب. هو كان بيوصف الحب. تاني رمز معانا هو شجرة البابو، او ايا كان النطق بتاعها. والشجرة دي كان معناها في الفيلم، وده برضو زي ما دورت واقتنعت في الاساطير الافريقية مكتوب ان معناها هو الحقد او الطمع. الشجرة دي لما كانت طالعة لسه في بداية الخلق او بداية الاشجار، يعني كان الشجرة دي بصت للنخلة وقالت انا ليه مش طويلة زيها. بعد كده شافت شجرة التين المثمرة والمزهرة، قالت طب انا ليه مش مزهرة زيها. بسبب الحقد وبصها لغيرها اتلعنت الشجرة دي وبقت طويلة وجذورها لفوق غير الشجر كله جذورها لتحت. بعد كده هنشوف برضو رمز التعبان ورمز الرجل المغرور ورموز تانية هسيبها لكم انتوا تقرروا معناها ايه وهتفهموا من الشرح. وما تنساش الرمز اللي توصل لمعناه قولي رأيك في الكومنتات. في الفيلم بتاعنا بنشوف ان هو مكون من 3 اجزاء، وده برضو حسب وجهة نظري وهبد واجتهاد شخصي. اول جزء في الفيلم هو خلفية عن حياة الطفلة او خلفية عن شخصية الطفلة وامها. بنبص مع بعض، الفيلم بيبدأ معانا بالطفلة قاعدة ومعاها مامتها وجنبيها طفل تاني ومعاه والده وطفل تاني ومعاه والده، وفوق كل طفل فيه صورة. ركزوا معاها عشان نرجع لها في الاخر. الصورة دي مكتوب فوقيها بالفرنساوي، مكتوب هتكون ايه لما تكبر، وبالخط العريض تحت اساسي. ركز برضو في كلمة اساسي عشان الكلمة دي مهمة جدا 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 في الفيلم، وهتلاقيها اتكررت اكتر من 5-6 مرات. بنشوف بعد كده حركات الام والبنت. بنشوف ان الام مخططة لكل حاجة في حياة البنت، مخططة لها هتاكل امتى، تشرب امتى، تنام امتى، تذاكر امتى. بس نسيت حاجة مهمة، نسيت تحط لها وقت لمشاعرها. مفيش وقت للاهتمام، مفيش وقت للحب، مفيش وقت للعب، مفيش وقت يقضوه مع بعض. ده حتى اذا كانت هي طفلة ومحتاجة ده. حتى هدية عيد ميلادها كانت ميكروسكوب عشان يساعدها للمذاكرة. تاني جزء معانا وهو قصة الامير وعلاقته بالطيار والفترة اللي قابلوا فيها بعض. الجزء ده من الفيلم بيتكلم كله برموز، كله عن رموز الثعلب، التعبان، الوردة، الكواكب، الناس اللي في كل كوكب، الصحراء. كل الجزء ده من الفيلم كله رموز حرفيا. احنا نقول لكم بعضها وانتوا اجتهدوا في الباقي، عشان كل مرة هتشوف الفيلم هتشوفه بمود وبإحساس، ممكن تشوف معنى تاني للرموز دي. فبلاش احرق لك الإحساس ده واكتشف انت. نبص مع بعض. لما جه يتكلم عن الأمير الصغير قال ان هو الأمير دماغه أكبر من الكوكب اللي هو عايش فيه، وان هو قابل وردة. وزي ما قلنا في الأول ان الوردة دي كانت رمز للحب والاهتمام. هو ما قدرش يديها الاهتمام والرعاية فسابها وراح كوكب تاني.
وبنشوف برضو التعبان. والجملة اللي قالها بخصوص موضوع التعبان ده برضو، قال ان هو هيساعده وينتقل من مرحلة لمرحلة، بس هيكون في بعض الألم. ها، عرفت ايه رمز التعبان؟ ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات. ننتقل للجزء اللي بعده. بننتقل دلوقتي لتالت حتة او تالت جزء واخر جزء في الفيلم، وهو رحلة البنت لعالم الناضجين. بنبص في الحتة دي ونلاقي الالوان كلها داكنة وغامقة، الالوان توحي بالاكتئاب والخنقة والضعف وحاجات كتير قوي سلبية. طيب لما نتمشى شوية في الجزء التالت ده، بنشوف البنت لما كانت بتهرب من الضابط جابت الكاميرا اللوحة بشكل كبير قوي. فاكرين اللوحة اللي قلنا عليها في الاول؟ نرجع لها دلوقتي نشوف الفرق بين اللوحتين. اول لوحة كان موجود مكتوب فوق بالفرنساوي ازاي هتكون لما تكبر او هتكون ايه لما تكبر، ومكتوب تحت اساسي وطفل. اللوحة التانية شخص كبير وحزين وباين قوي على وشه ان هو مهموم، ومكتوب ان تكون اساسي. الفرق بين اللوحتين ده عايز يوضح لنا حاجة، عايز يوضح لنا الفرق. لو عملت زي البنت دي لما كانت مضحية بكل حاجة، لما كانت ماشية على خطة مامتها، لما كانت سايبة كل حاجة كانت من مبادئ الأمير الصغير، ممكن تبقى ايه؟ ده اللي ممكن يحصل بالظبط لو نسيت الوردة الحب، لو نسيت الاهتمام، لو نسيت تدي مشاعرك، لو نسيت تدي وقتك حاجة حلوة. في مشهد عظيم جدا 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 في النهاية، وهو مشهد الشروق. انا على قد ما اقدر مش عايز اشرح لكم المشهد ده، عايزكم تفهموه وتستمتعوا بجمال المشهد. لما الشجر بتاع البابوب ده كان مالي الكوكب بتاع الامير الصغير، كان مدمره حرفيا، والوردة اللي كان زارعها زمان ماتت، الوردة بتاعته اشرقت مع الشمس ونورت وصلحت كل حاجة. لو فهمتوا معنى الوردة ورمزها ومعنى الشجرة، هتفهموا معنى المشهد ده. انا مش هقول لكم معناه عشان تستمتعوا بيه. لو تهت مني في الكلام ده كله عشان انا بحب الفيلم جدا، هقول لك الخلاصة ان في حاجات ما ينفعش تستغنى عنها في مرحلة نضوجك. الفيلم كان بشكل سطحي بيتكلم عن النضوج، بس في المعنى الضمني من وجهة نظري بيتكلم عن المشاعر وعن كل حاجة انت ممكن تحس بيها. والفيلم بيقول لنا من الاخر، لو اتخليت عن الامير الصغير ده برموزه وقصته زي الوردة، التعبان، الذئب، الحاجات دي كلها، لو اتخليت عنها هتكبر وتبقى زي دول الناضجين، الناس الكئيبة الحزينة اللي شايلة الهم لغاية ما تعبت. اخر حاجة احب اقولها لك، الفيلم بكل الطرق كان عايز يعرفك ان انت ممكن تنضج بطريقة كويسة لو خليت بالك من الامير الصغير وفضلت فاكره. زي ما قلت في الاول وكررت في كذا حتة في الفيديو، الشرح ده كله من وجهة نظر انا، وزي ما انا شايف انت ممكن تكون شايف حاجة تانية. دي حلاوة السينما، ان كل واحد بيشوف حاجة التاني ممكن يكونش شافها. فقول لي انت شفت ايه، وقول لي معنى الرموز اللي انت وصلت لها. ما تنساش تشاركني بيه في الكومنتات. ولو الحلقة عجبتك او استفدت او اتفرجت وكانت الدنيا كويسة، ما تنساش تظبطني بلايك وشير، وما تنساش تعمل اشتراك. سلام يا هبيدة.